شافك عفريت اياه. لا القصة مش في رضوان، القصة انها عايزة تجوزني وخلاص. اجي الحكاية كده. ما تزعليش نفسك يا ليلى، أنا هروح واتحدث معاها. رجعت عن اللي في راسها، رجعت نشفت راسها، هجيبك في يدي وقعدك معانا هنا. ولا تزعلي نفسك. قومي تعالي. تعالي يا حبيبتي ولا تعيطي. تعالي تعالي يا حبيبة مرت عمك، ولا تزعلي. تبات نار تصبح رماد يا بنتي. كنت فين؟ عديت على نادية شوي. مش قلت لك البيت ده ما تعتبهوش تاني؟ ريحي نفسك يما، زين مش قاعد مسافر. قاعد مش قاعد، البيت ده رجليك ما تخطيهوش تاني. ولا على ايه؟ ما الاسهل مالكيش خروج تاني. يعني ايه؟ هتحبسيني يما؟ يا ليلى هحبسك، واول خطوه هتخطيها بره البيت ده هتكون لبيت جوزك. والله هسيبهولك وامشي. تعالي هنا يا بنت. تمشي تروحي فين يا روح امك؟ انت فاكره نفسك متربيه في بلاد بره؟ فوقي قبل ما افوقك. يما حصل ايه يما؟ بتضربيني يما؟ واربطك في الكرسي كمان. ده ابويا الله يرحمه عمره ما عمل. عشان كنت لسه بعجلك على اوضتك، وياك اشوفك بتعتبي براه، ومن هنا ورايح الواكل وادخلي الحمام بالاذن. غوري تعالي. اها، كل ما يمسكوا الواد يصرخ في يده، يقولش يده فيها عفريت. ايه يا ولد الجناوي؟ حبيبي يا ولدي. عامله ايه يا ناديه؟ بخير يا اخوي. ازيك يا فرحان؟ هاتي الشنطة طلعيها على وحشتك يا امه. يا حبيبتي. حبيب امك. وحشتك قوي يا ماما. فطرت سعيد يا عاد. لا والله. الله اكبر. اللي مقعدك مع الفلتان ده هيفسد اخلاقك. يا اخوي داخل على الواد زي القطر، هو ولدك واحنا ما نعرفش. طول عمرك حنين يا ولدي، ما يسكتش غير على دراعك. ربنا يخليك يا رب ويديني الصحة وطولة العمر واشيل خلفتك قادر يا كريم. طب أنا تعبانة شوية من السفر ومحتاجة آخد شاور، عن إذنكم. روحي يا بنتي. جبت لي اللي قلت لك عليه؟ يا بت ده انا انسى اسمي وما انساكيش، جبتهولك في الشنطه فوق انزلهم لك دلوقتي. والكتب يا زين؟ جبتها لك من مكتبه مدبولي. ربنا يخليك يا ولدي، ربنا ما يحرمنا منك قادر كريم. الله يخليك يا امه. سمي الله. امسكي. اطلع بقى اما اغير واستريح شويه. روحي يا حبيبي تعبان. هاتي الواد. لا. يما العيب عندي مش عندها. والموضوع ده ملوش علاج؟ لا ملوش علاج، وانا راضي بقدر ربنا. محدش بياخد فوق ال 24 جراد بتوعه. ربنا يرضيك يا ولدي. اقول لك ايه، عشان خاطر انا يا ولدي ما تزعلش نفسك وما تحطش في راسك لا يجرى لك حاجه. ازعل نفسي من ايه يا امه؟ ازعل نفسي من ربنا، من قدره. لو وهبني حاجات كتير حلوه، الشغله اللي بحبها والزوجه الصالحه والام الصالحه. والنعمه بالله. وطالبه منك طلب، تاخد بالك من فاروس. انت مدي وقتك لشغلك، اديها شويه وقت. بعمل اكتر من كده ايه؟ ما انا خدت اجازه ووديتها لاهلها اهو، واستحملت امها اللي ارخم من الخليل كوميدي. يا حبيبتي الطب اتقدم قوي، ومهما كان اللي عندكم فله علاج. قصدي اللي عندي زين. أنا وزين واحد، اللي فيه فيا واللي فيا فيه. مش هتلاقي حد يخاف عليك ويحبك قد زين. اوعي يا حبيبتي تفتكري إن اللي حاصل ده ممكن يخليني أفكر لحظة إن أنا أسيب زين. ايه الحشيشه اللي شبه وشك دي يا زفت انت؟ جرالك ايه يا طه؟ دي مغربي. دي مغربيه، دي مخلوطه برشام يا ابو مخ ضايع. ده حشيشه الساحل انضف منها 100 مره. ده انا دماغي صدعت. فيش معاك نوع انضف من ده؟ معاه بس شايله المسعد حبيب القلب. قصدك ايه يا طه؟ يعني انا احوش عنك حاجه عشان اديها المسعد؟ شحالنا كنت صاحبي. ما هو كمان صاحبك. مسعد عمره ما كان صاحبي، ده شغل وبس.
لو ما كانش بيطلع لي من وراه مصلحه لا كنت جبت له حاجه ولا عبرته. ما كانش العشاء طه، اخص عليك. احاول اصدقك. كنا بنقولوا ايه؟ كنا بنقول نشوف لنا محل في الغردقه نفتحه بازار. غردقه؟ ده انا لو رحت اعيش في الغردقه كان زين يقتلني. زين، احنا في زمن ما حدش بينفع حد فيه، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت. احنا في زمن نفسك ثم نفسك والجديد ثم نفسك. بعدين ما تاخذنيش يعني يا طه، هو زين بيه كان نفعك بايه؟ ولا اهلك كانوا نفعوك بايه؟ ما كانوا شايفينك اصلا ولا حاسين بيك. ده اهل البلد لحد فتره قريبه كانوا فاكرين الحاج صالح الله يرحمه ما معهوش واد غير زين. اشرب يا طه، ما كانش راسك خفيفه. خير يا مرات عمي. ليلى جاهلها عريس جاي هو واهله يطلبوا يدها للجواز. ألف بركة. طب وإيه المشكلة في كده؟ المشكله منصور رافض العريس وهو ما بيكبرش لحد غيرك انت. لو انت وافقت هو هيوافق. طب ممكن أعرف يا مرات عمي مين العريس اللي منصور رافضه ده؟ رضوان ولد الحاج صبري، واد محترم ومتدين وما بيسيبش فرد. بصراحة يا مرات عمي منصور عنده حق إنه يرفض. الواد ده مشبوه. سنتين الأخيرة دول مستشيخ وماشي في وسط جامعة غريبة والكلام عليه كتير. هو اللي يعرف ربنا اليومين دول تقولوا عليه مشبوه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما احنا كلنا نعرف ربنا. ملناش صلاح بالكلام ده. طب إيه المطلوب مني دلوقتي يا مرات عمي؟ انك تلين دماغ منصور وتحضر القعده دي. حاضر يا مرات عمي، هحضر القعدة. والله العظيم يا صفية لو امك فضلت تضايق فيه لا هسيب لها البيت وامشي، ومفيش جنس مخلوق هيعرف لي طريق. كل ده عشان عايزه تفرح بيكي؟ امك ما عايزاش تفرح بيا، امك عايزه تخلص مني. حرام عليكي والله يا شيخ، دي ما حبتش حد جدك. اللي تكسى على بنتها كده تبقى ما بتحبهاش. امك بقيت قاسيه قوي يا صفيه. ما كانتش كده، بيجي كده بعد ما ابونا الله يرحمه مات. كان لازم تحافظ على البيت، كان لازم تحافظ علينا. انا قلت اللي عندي وبكررها لك، لو فضلت تضغط عليه لا هتصحوا من النوم في يوم ما تلاقونيش. هتروحي فين يعني؟ هروح اي حته، مصر، اسكندريه، اي حته اعيش فيها مرتاحه. مصر ولا اسكندريه؟ هتعملي ايه انت في مصر ولا اسكندريه؟ اشتغل، ايوه اشتغل واعيش مرتاحه. هو من ارتاح من امك؟ يمكن انسى زين.